قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين ان ربنا ينصرهم. النهاردة هنزور مع بعض واحدة من اجمل مدن الدلتا واكبرهم، مدينة المنصورة. هنزور مع بعض اهم معالمها وهنعرف شوية عن تاريخها. المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية وبتطل على نهر النيل، تحديدا فرع دمياط. المنصورة اتبنت سنة 1219 في عهد الدولة الأيوبية، وكانت اسمها جزيرة الورد لأنها كانت محاطة بالمية من 3 جوانب وقتها، وكانت مليانة جناين ورد. واتسمت بالمنصورة بعد المعركة اللي دارت فيها أيام الحملة الصليبية والانتصار على الملك لويس التاسع وقتها، واللي هنحكي عنها كمان شوية. وصلنا المنصورة، وأول حاجة رحنا متحف المنصورة القومي، وده كان بيت قاضي المنصورة زمان، وكان اسمه إبراهيم ابن لقمان، وعشان كده المكان اسمه دار ابن لقمان. المتحف ده بيحكي قصة الحملة الصليبية السبعة، واللي حاول فيها ملك فرنسا لويس التاسع احتلال مصر عشان بعدها يروح يحتل بيت المقدس. أول حاجة جيش الصليبيين وصل مدينة دمياط وقدر إن هو يدخلها ويحتلها، وبعد كده كان مكمل طريقه للقاهرة، ولكنه قابل جيش المسلمين في المنصورة ولقى هزيمة قاسية أدت لقتل قائد الجيش وقتها، وهو كان أخو الملك لويس التاسع. فقرر الملك لويس إنهم يرجعوا دمياط تاني ويهربوا من المنصورة، ولكن المصريين قطعوا عليهم الطريق وهزموهم وأسروا الملك لويس التاسع وحبسوه في دار ابن لقمان، تحديدا الأوضة اللي احنا فيها دلوقتي. بعد كده المصريين فكوا أسره مقابل خروج الصليبيين كلهم من مصر ومن دمياط تحديدا، وإنهاء الحملة اللي كانوا عاملينها. وبكده تكون دي قصة دار ابن لقمان اللي هو دلوقتي متحف المنصورة القومي. رحنا بعد كده نتمشى على النيل شوية وعدينا كوبري طلخة، وده اللي بيربط مدينة المنصورة بمدينة طلخة، ودي مدينة تانية تبع محافظة الدقهلية برضو، وفارق ما بينهم النيل بس. المنصورة برضو بيربطها بطلخة كوبري تاني، وده بيعدي عليه القطر زي الكوبري اللي شفناه في الفيديو بتاع زفت. كملنا تمشية على النيل شوية في شارع اسمه شارع المشاية، وهو يعتبر الكورنيش بتاع المنصورة. والشارع الموازي ليه فوق ده اسمه شارع الجمهورية، والاتنين يعتبروا من أهم شوارع المنصورة. رحنا بعد كده اتغدينا في شارع جيهان، وده يعتبر من أهم الشوارع التجارية في المنصورة، ولفينا شوية في حي الجامعة، أرقى أحياء المنصورة. رحنا بعدها عشان نركب الأتوبيس النهري، وده يعتبر وسيلة مواصلات وفسحة في نفس الوقت، وسعر تذكرته 7 جنيه، لكنهم كاتبين على التذكرة 20 جنيه، مش عارف ليه. الأتوبيس النهري من أجمل الحاجات اللي في المنصورة، لأنه ممكن الواحد يستخدمه كمواصلة من وقت للتاني، وفي نفس الوقت يبعد شوية عن الزحمة ويستمتع بجمال النيل. المكان اللي قدامنا ده نادي جزيرة الورد، وده نادي جميل قوي على النيل على طول، وطبعا اسمه على اسم مدينة المنصورة قديما زي ما قلنا في أول الفيديو. نزلنا عند مرسى المحافظة وتمشينا شوية في شارع الجيش. شفنا جامع النصر، واحد من أشهر جوامع المنصورة. وعدينا برضه على ميدان أم كلثوم
اللي عامل لها فيه تمثال، وده لأن أم كلثوم أصلا من محافظة الدقهلية. عدينا بعد كده على تمثال رمسيس التاني في مدخل المنصورة، وده مجسم طبق الأصل من التمثال الحقيقي اللي في المتحف المصري. وبكده تكون خلصت لفتنا السريعة في مدينة المنصورة. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد.